السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب في الجو التلج ده؟ ان شاء الله النهاردة معانا اخبار حصرية لنادي الزمالك. اول خبر معانا هو مش حصر قوي يعني. يوسف اوباما انتقل رسميا الى الحزم السعودي 6 شهور على سبيل الاعارة، رسمي خلاص يعني. موضوع ابها اتلغى او فشل وراح الحزم السعودي على سبيل الاعارة. موضوع ابها اتلغى ليه؟ عشان لاعب الاهلي لويس ميكيسوني كان ابها عايز يقطع الاعاره ويرجعه للاهلي، بس الاهلي مرضيش فمنع التعامل مع الانديه المصريه. تاني خبر معانا ان شاء الله النهارده، جون ايبوكا يقترب رسميا من نادي الزمالك. يقترب رسميا من نادي الزمالك مع ان اللاعب كان متاح في فتره الصيف، بس سيراميكا خلصوا. فالزمالك في تفاوض رسمي ما بين إدارة نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور مع الأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا. دلوقتي القيمة كل ما هو متبقي في الصفقة، قيمة الصفقة يعني خلاص اللاعب مرحب جدا بالانتقال لنادي الزمالك، والإدارة مرحبة بانتقال اللاعب، بس بكام؟ الزمالك هيدفع كام؟ سيراميكا مش عايز لعيبة، مش عايز بقى ايه خد 2 لعيبة واديني اللاعب وخد لك ايه 10 مليون ولا 8 مليون. لا، هتدفع كام في اللاعب؟ مالكش دعوة انا مش عايز حد انا. ففي يعني السعر اللاعب هيتقارب ما بين 25 ل 30 مليون جنيه مصري بالظبط، مش هيقل عن المبلغ ده، 25 ل 30 مليون جنيه مصري. حازم امام لاعب نادي الزمالك اللي الزمالك استغنى عنه في اول الموسم يعلن الاعتزال للكرة رسميا. مفيش نادي عايزه، فخلاص اللاعب هيبطل كرة ونادي الزمالك قام بتعيينه في قطاع الناشئين. احمد فتوح حل المشكلة بتاعته مع مرتضى منصور وخلاص، بالفعل انتظم للتدريبات، بس فريرة استبعده من لقاء الاتحاد الجاي، فكده كله تمام. فريرة قعد مع اللاعبين وطالب اللعيبة بالأداء الرجولي اللي كان بيحصل السنة اللي فاتت. الرعونة والاستهتار وضياع الفرص والكلام ده مش هيسمح بيه الفترة الجاية. الوقت عمال بيجري والزمالك عمال ينزف نقط. ف... فالوضع مش مستحمل، ده غير ان فيوتشر ركب بعد الاهلي بقى التاني. فيعني الموضوع يعني قال لهم الموضوع مش مستحمل ان احنا نفقد نقطة بعد كده. وقال لهم اللاعب المقصر هيقعد جنبي على الدكة، اللي هيحس ان هو مقصر في الملعب او في التدريبات مكانه جنبي على الدكة. مش هيلعب غير اللاعب اللي انا شايفه يستحق اللعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.